السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد متتبعي الأوفياء. اليوم إن شاء الله جيتكم فيديو جديد غادي نتعرفوا فيه على سورة الطلاق. سورة الطلاق هي سورة مدنية نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة النبوية. عدد آياتها 12 آية، تقع في المصحف الشريف في رقم 65 ضمن ترتيب السور القرآنية في الجزء 28. وقد نزلت هذه السورة بعد سورة الإنسان، حيث بدأت بأسلوب نداء وهو يا أيها النبي. والسورة تتحدث بشكل دقيق عن أحكام الطلاق في الشريعة الإسلامية. ما هي الدروس المستفادة من هذه السورة؟ سورة الطلاق تضمنت عددا كبيرا من الدروس الهامة للأمة، حيث بيّنت وضوح النهج الصحيح الذي يجب أن يتبعه الأزواج في معاملتهم لبعض. من بين تلك الدروس ما يلي: يقول تعالى في الآية: فطلقوهن لعدتهن. ومن هنا يتضح أنه يجب أن لا يتم الطلاق إلا إذا استوفت المرأة عدتها، ويجب أن تكون أيضا على طهر. كما ترشدنا إلى أهمية حرص الأزواج على أن يحصوا العدة وأن يقدروها تقديرا صحيحا، حتى لا يكون هناك خلط أو خطأ في عدد أيام العدة الخاصة بكل امرأة. وكما تشير الآيات كذلك إلى أنه لا يجوز للزوج أن يخرج المرأة من المنزل بعد الطلاق، حيث ذلك لا يجوز مطلقا حتى وإذ كان مضطرا هو إلى مغادرة بيت الزوجية حتى تكتمل أيام العدة. كما يجب على الزوجة أن تلتزم هي أيضا بذلك، بأن لا تغادر بيتها إلى أي مكان آخر، بل تلتزم بيتها وتمكث فيه دون خروج، حيث جاء ذلك في قوله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وتمت الإشارة أيضا إلى أن تلك الفروض والحدود التي وضعها الله عز وجل هي أوامر يجب على كل مسلم اتباعها والالتزام بها وعدم تعديها مطلقا. ومن يتعدى حدود الله فهو يظلم نفسه ويضرها. ويوضح الحق تبارك وتعالى أن الأمر بضرورة المكوث فترة العدة في منزل زوجية وبقاء المرأة في المنزل هو رجاء من أجل أن يعودا إلى بعضهما، لأنه سوف يظل يراها أمامه في المنزل لمدة 3 أشهر أو حتى فترة الولادة إن كانت حامل. وهنا قد يعدل الرجل عن قراره ويراجع زوجته، حيث جاء في قوله تعالى: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. لكن بعد أن تنتهي العدة ولم يتراجع الزوجان طوال هذه المدة، فيمكن للزوج هنا أن يمسكها ويعود إليها، أو أن يسرحها بمعروف، مع ضرورة الحفاظ على حقوقها كاملة. أما إن راجع الرجل زوجته فيجب أن يشهد على ذلك بعض المسلمين، حيث جاء بقوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. كما تناولت السورة جميع الأحكام الخاصة بالطلاق، سواء عند رغبة الرجل في رد الزوجة إلى عصمته أثناء فترة العدة أو أراد أن يردها بعد انقضاء العدة. ووضحت أيضا عدة المرأة التي انقطع عنها الحيض وغيرها الكثير من الأحكام الهامة التي ينبغي علينا كمسلمين أن نعود إليها ونطبقها في حياتنا كي تستقيم الأمور. والآن أترككم مع قراءة عطرة لهذه السورة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء
فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن ياتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن واتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد حاط بكل شيء علما. هنا نكون وصلت لنهاية الفيديو. نتمنى تكونوا تعرفتوا أكثر على هذه السورة وعلى أحكامها، وإلى اللقاء مع فيديو جديد بحول الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم
ورحمة الله تعالى وبركاته.